شحال من واحد فينا كيجلس في القهوه في باريس ولا في مارساي، كيحط القهوه كحله قدامه وكيبدا يفوح على صحابه. الدوله هنا مكلخه ناعسه على ودنيها، كنشدوا المساعدات والكاف وكنصيفطوا الفلوس لبلادنا في النوار وكنبنيو الديور وهما ما جايبين للدنيا اخبار. نوض مع راسك اخي المهاجر وغسل وجهك بما بارد، راهم عارفين عليك اكثر لا كتعرف على راسك، وكيتسناو غير الضوء الخضر باش يجمعوا لك الحساب ديال السنين اللور ويضربوك بغرامات خياليه تقدر تخرجك للزنقه. واش كيسحاب لك مازال عايش في العصر الذهبي ديال صيفط الفلوس لدارنا وما يشوفنا حد؟ صافي سال اللعب. واش كيحساب لك فرنسا باقا ناعسه على ودنيها؟ داك القالب ديال صيفط الفلوس لبلاد وضرب الطم راه سالات الصلاحيه ديالو. الايام ديال ما شافونا ما ردينا البال مشات مع الطيور، ودابا القضيه ولات فيها السين والجيم، والماكينه ديال الضرائب غطحن اللي لقاتو قدامها. وهذا العام غيكون هو عام الزلزال المالي بامتياز بالنسبه للجاليه المغربيه في فرنسا. هذه ماشي هضره خاويه ولا تخويف، هذه حقيقه مره خاصك تواجهها اليوم قبل غدا. كمل الفيديو حتى الاخر، حيت في الاول غنصدمك بالواقع المر، ولكن في الاخر غنعطيك الحلول الذهبيه باش تعتق راسك وتخرج من هذه الورطه بسلام وتتفادى مشاكل لا يعلم بها الا الله. خوتي المغاربه ديال فرنسا، السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا في واحد الموضوع اللي بزاف كيحاولوا يغطيو عليه بالشمس، موضوع اللي كيقيس الجيب وكيقيس الوراق وكيقيس المستقبل ديالك وديال وليداتك في الغربه. بزاف ديال الناس باقيين عايشين في دار غفلون، كيسحاب لهم فرنسا باقا هي ديك فرنسا ديال السبعينات والثمانينات، فاش كان الواحد كيخدم كيجمع الصرف وكيهبطوا في الطوموبيل ولا كيصيفطوا مع شي حد وكيمشي يشري الديور والاراضي في البلاد، وفرنسا ما جايبه اخبار. اليوم الواقع تبدل 180 درجه. المحور الأول اللي خاصك تفهموه وتستوعبوا مزيان هو التنسيق الضريبي والمالي الجديد والخطير ديال التبادل الآلي للمعلومات بين إدارة الضرائب الفرنسية والسلطات المغربية. هذه الاتفاقية الدولية اللي انخرط فيها المغرب ما بقاتش غير هضرة ودخلات لحيز التنفيذ. يعني البنكة ديالك في المغرب اللي كنتي كتحط فلوسك وكتقول راه السر البنكي كيحميني، راه ابتداء من هذا العام 2026 غادي تولي ملزمة باش تدوز المعلومات ديالك كاملة للإدارة الضريبية الفرنسية بشكل أوتوماتيكي. تخيل معايا المشهد، انت جالس في دارك في باريس ولا في ليون وخدام عادي، ومره كتصيفط فلوس للمغرب، ولا عندك حساب بنكي في المغرب فيه شي بركه ديال الفلوس مخبيها لدوير الزمان، ولا كيجيوك كراوات ديال شي حانوت ولا بارطمه في البلاد. دابا في 2026 الاداره ديال الضرائب في فرنسا غادي تبرك غير على بطونه، غادي يطلع لهم الحساب ديالك في المغرب شحال فيه وشحال دخل ليه وشحال خرج منه. صافي داك القفل اللي كان مسدود على الحسابات ديال المغاربه غادي يتهرس، والسبب هو الاتفاقيات الدوليه ديال منظمه التعاون الاقتصادي OECD اللي فرنسا كتضغط باش تطبق بحذافيرها. هاد الشيء كيعني ان الضرائب الفرنسيه غتولي قادره ترصد اي حركه مشبوهه. صيفطتي فلوس كثيره ما كتناسبش مع الخلصه ديالك، غيشعلوا البوله الحمراء. دخلاتك فلوس في المغرب وما صرحتيش بها في الضريبه في فرنسا غتولي في ورطه حقيقيه. اجي دابا ندوزو للمحور الثاني، وهو الواقع المر اللي غيخلي بزاف ديال الناس يندبوا حناكهم. كيفاش تحويلات متكرره واخا تكون صغيره تقدر تخرج عليك وتطير منك المساعدات الاجتماعيه بحال مساعدة السكن APL ولا الدخل ديال التضامن RSA. بزاف ديال المغاربه كيكون وضعهم المادي على قد الحال في فرنسا وكيستافدوا من هاد المساعدات اللي كتعطيهم الكاف. القانون الفرنسي واضح، باش تستافد من هذه المساعدات خاصك تصرح بكاع المداخيل ديالك سواء اللي داخل فرنسا ولا اللي خارج فرنسا، وتصرح بكاع الممتلكات ديالك. الغلط اللي كيطيحوا فيه بزاف ديال ولاد البلاد هو انه كيكون كيشد الارصه وفي نفس الوقت كيصيفط كل شهر 300 ولا 400 اورو للمغرب، ولا باني دار في البلاد ومخليها خاويه ولا كيكريها. الكاف ملي غادي يوصلوها المعلومات غادي تقول لك اجي السي فلان، انت كتقول لنا ما عندك ريال وكنعطيوك الارصه باش تعيش، ومنين كتجيب هاد الفلوس اللي كتصيفط للمغرب؟ وكيفاش عندك بارطما في كازا ولا اكادير ما مصرحش بها؟ هنا كطيح الفاس في الراس. الكاف ما غترحمش. اول حاجه غديرها هي غتقطع لك المساعدات بصفه نهائيه، وماشي غير هذا الشيء، غادي يطالبوك ترجع ليهم كاع دوك الفلوس اللي خديتي من عندهم باثر رجعي لسنوات اللور. يعني تقدر تلقى راسك مطالب باش ترد 20,000 ولا 30,000 اورو للكاف، وهذه بوحدها قادره تريب لك حياتك كامله. التحويلات المتكرره واخا تبان لك انت عاديه وكتعاون بها الوالدين، بالنسبه لهم هي دليل على انك كتخبي عليهم مداخيل، خصوصا الا كنتي كديرها في النوار ولا عن طريق وكالات التحويل بلا ما يكون عندك مبرر ديال داك المدخول في الخلصه ديالك. السلطات الفرنسيه غادي تولي تعرف باللي عندك مداخيل وعقارات وغادي يحسبوها عليك اورو باورو. هاد الشيء ماشي تفليه، هذه حمله شرسه بدات كتبان المعالم ديالها ضد التحايل الاجتماعي. ندخلوا دابا للمحور الثالث وهو الخطر القانوني المباشر.
القضية ما كتوقفش غير عند الكاف وتقطع الاريسا، القضية فيها غرامات ثقيلة ومتابعات قضائية. ملي الإدارة ديال الضرائب في فرنسا غتكتشف أنك مخبي حسابات بنكية في المغرب وما مصالحش بهم، غتطبق عليك الغرامة المعروفة ديال 1500 أورو على كل حساب بنكي ما مصرحش به، على كل عام ما صرحتيش به، وضربها في 10 سنين اللور، يعني 15,000 أورو للحساب الواحد كغرامة ثابتة. وماشي غير هاد الشيء، أي فلوس أو أرباح دخلات لذاك الحساب الإدارة غتعتبرها مداخيل مخبية، وتقدر تطبق عليها غرامات كتوصل ل 80%، وأحيانا يقدروا يحسبوها هبات ويطالبوك ب 60% كضريبة. الحسبة غتخرج لك خيالية، وتقدر تضطر تبيع كاع داكشي اللي بنيتي باش تخلص الإدارة الفرنسية. الأخطر من هاد الشيء كامل هو أن هاد التحايل المتعمد والمتكرر يقدر يوصلك لمتابعة جنائية. واش مستعد تضيع مستقبلك وتولي مهدد بسحب الإقامة حيث وليتي في نظرهم محتال على الدولة؟ هاد الشيء راه بدا كيطبق على شي وحدين، وهاد العام 2026 النظام راه ولا اوتوماتيكي، يعني الماكينه غتبدا تطحن بلا ما يشوفك موظف، بلا ما يهضر معاك حد، الورقه غتجيك حتى لصندوق البوسطه ديالك فيها شحال كتسالك الدوله. دابا وبعد ما حطيتكم في الصوره الكحله وشرحت لكم الخطوره ديال الوضع، ما يمكنش نخليكم هكاك. هاد القناه ديالكم شؤون الجاليه دارت باش توعيكم وباش تعطيكم الحلول. المحور الرابع هو النصائح الذهبيه وكيفاش ترجع وضعيتك قانونيه قبل ما تطيح في المشكل. اول حاجه خاصك ديرها وبلا ما تعطل هي تصرح بالحسابات البنكيه ديالك اللي في المغرب. كاين واحد الفورميلير سيرفا 3916 كتعمرو ملي كتبغي دير التصريح الضريبي ديالك كل عام في فرنسا. هاد الفورميلير كتحط فيه غير السميه ديال البنكه المغربيه ورقم الحساب، بلا ما تحط شحال فيه ديال الفلوس، غير كتعلمهم باللي راه عندك حساب. هاد الخطوه البسيطه كتعفيك من ديك الغرامه القاصحه ديال 1500 اورو. ثانيا، إلا عندك عقارات في المغرب وكتدخل منها الكرا، خاصك ضروري تدخل دوك المداخيل في التصريح الضريبي ديالك في فرنسا. كاينه اتفاقيه ديال عدم الازدواج الضريبي بين المغرب وفرنسا، يعني ما غاديش تخلص الضريبه جوج مرات. الا خلصتي الضريبه في المغرب على داك الكرا كتدلي بالوثائق في فرنسا وكينقصوها لك من الحساب، وفي الغالب ما كتخلص والو اضافي ولا شي حاجه قليله بزاف. ولكن الاهم هو انك كتكون قانوني وما كتعطيهمش الفرصه يشدوا عليك شي زله. ثالثا، بالنسبه للناس اللي واحلين وعندهم مبالغ كبيره في المغرب وما صرحوش بها شحال هادي، من الاحسن يقلبوا على محامي متخصص في الضرائب، افوكا فيسكاليست فرنسا. كاين اجراءات ديال التسويه الوديه مع اداره الضرائب، ملي كتمشي عندهم انت برجليك وكتقول لهم راني غلطت وما كنتش عارف وبغيت نصفي الوضعيه ديالي، كيتساهلوا معاك وكينقصوا لك الغرامات بشكل كبير وكتفادى المتابعه الجنائيه. اما الا تسنيتيهم حتى يحصلوك دابا في هاد 2026، ديك الساعه ما كاين لا تسويه لا رحمه، غيطبقوا عليك اقصى العقوبات. يا خوتي، الوقت كيتبدل والقوانين كتزير والدول ولات محتاجه للفلوس وكتنزل على اي واحد لقاتو داير شي زله. المغرب وفرنسا عندهم مصالح كبرى بيناتهم وما غاديش يضحيو بهاد المصالح على قبل الجاليه. الاتفاقيات غتطبق. الحل الوحيد هو نكونوا قافزين ونفهموا القانون ونلعبوا به لصالحنا. الشفافيه ولات مفروضه علينا كاملين. صفي وراقك، صرح بمسائلك ونعس مرتاح على الجنب اللي يريحك، لا كاف تقطع ليك لا ضريبه تابعك. كنتمنى هذا الفيديو يكون وصل الرساله واضحه، وهذا الشيء راه ماشي باش نخلعوكم ولكن باش نفيقوكم قبل ما يدوز التران. بارطاجيو هذا الفيديو مع كاع المغاربه اللي كتعرفوهم في فرنسا، راه المعلومه في هذا الوقت كنز وتقدر تعتق بها صاحبك ولا خوك من غرامات كتقسم الظهر. اشتركوا في قناه شؤون الجاليه باش ديما يوصلكم الجديد وباش تبقاو متبعين القوانين اللي كتمسكم وتعرفوا حقوقكم وواجباتكم. خليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات. واش كنتوا عارفين هذا الشيء اللي كيطبق في 2026 ولا يلاه سمعتوه؟ تبارك الله عليكم ونشوفوا في فيديو جديد ان شاء الله.